وانت بقى قاعد بتاكل فتة رقاق ايه، تعالى اقول لك في دقيقه تاريخ الانجليزي اللي معقد كتير في حياتهم عشان تعرف انه مش زي ما انت فاكر خالص. اصلا الانجليزي اللي بنتكلم بيه دلوقتي ما كانش مفهوم حتى الانجليز نفسهم من 1000 سنه. الاولد انجلش من 500 ل 1100 دي لغه بدايتها مع قبائل جرمانيه اللي هم الالمان، يعني زي الانجلو والساكسون والفايكنج، الكلمات طويله، النطق معقد، مفيش قواعد واضحه زي اللي انت شايفها دي. الميدل انجلش من 1100 ل 1500، غزو النورمان من فرنسا، الانجليزي بدا ياخد كلمات من الفرنساويين زي ميرور، بيوتي، كراون، جفرمنت. في نفس الوقت ده كان العصر الذهبي الاسلامي للغه العربيه. اللغه العربيه كانت لغه العلماء في اوروبا، واتكتبت بيها كتب في الطب والفلك والفلسفه، وانتشرت في العالم من الاندلس لحد الصين. بيترجموا علوم الاغريق، والغرب كله كان بيترجم عن العرب. كلمات كتير عربيه دخلت الانجليزي من العربي مباشره او عن طريق الاسبانيه زي الكيمياء، الجبرا، كوفي. اللغه بدات تبقى اسهل، بس لسه مختلفه عن الانجليزي الحديث. بعد كده يجي دور شكسبير من 1500 ل 1600. شكسبير مش بس شاعر، ده كان عبقري لغوي، دخل حوالي 1700 كلمه جديده في اللغه، كلمات زي لونلي وجاسب وماجستيك وكريتيكال واي بول. طور جمل ومصطلحات زي هارت اوف جولد، بريك ذا ايس، دي مصطلحاته. ومن خلال مسرحياته خلى الانجليزي لغه حيويه ومؤثره، وساهم في نشرها عالميا. من 1700 لحد دلوقتي المودرن انجلش، وده الانجليزي شبه اللي احنا نعرفه، اللي قعد يتطور لحد ما بقى لغه العلم والتكنولوجيا والميمز. في دلوقتي اكتر من 1.5 مليار شخص بيتكلموا او بيتعلموا انجليزي، وفيها اكتر من 170 الف كلمه فعاله وبتزيد يوميا. 30% من كلمات الانجليزي اصلها من لغات تانية، واكتر من 1000 كلمه لها جذور عربيه مباشره او غير مباشره. الخلاصه ان الانجليزي اللي بتتعلمه دلوقتي مش لغه غريبه، ده مزيج من الفايكنج وعرب وفرنساويين واسبان. مهم جدا وانت بتتعلم اللغه تخرجها من كتب المدرسه وملخصات الدروس، وتفهم انها وسيله تواصل ومرايه لاحداث وناس عاشوا عبر العصور.